هو انت جيت تعمل ايه؟ انا جيت عشان عايز الشيخ. يوم مجهود. السلام عليكم. يوم ساعة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ والله الحمد لله. اخبارك اخو ايه؟ عبد الرحمن ولا ايه؟ اه. بسم الله ما شاء الله. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. انا متابعك تمام، وكنت برضو سألتك على كام سؤال كده. يا عم الشيخ احمد انا عارفه. اه ابو العراق. دلوقتي الاخ ده تمام، في كام كده حاجه مش مظبوطه. الاخ مين؟ الاخ عبده ده. عشان كده اترعب. لقيته جاي فجأة والله فجعني. هيقول لك اول حاجة على شعر. دي اول بند تمام. تاني حاجه، يعني بص دي ولا عندنا ولا احنا ما شاء الله يعني ست رجاله تمام، وعمر واحد فينا عمل شعره كده. امم انا بقنع فيه ليل ونهار، مش عايز يقتنع ان ده حرام اصلا. بره برضو يعني ان هو عن حرام، ان هو شكله مش حلو فيه تمام. زائد هو بيلبس واسع، ما عنديش ادنى مشكله في ان هو يلبس واسع خالص، حلو. بس في البناطيل اللي هي ايه متقطعه دي ما بتجيش معايا سكه. حتى لما كان بيجي عندي المحل الصراحه كنت بعمل ايه فيه. هو عندي واحد يا شيخ اسمع احمد، طيب. ماشي. طب هو عندي واحد اسمع طيب، اسمع لما نتكلم اسمع، حلو. انا عايزه في احسن صوره قسما بالله. طبعا. خلي بالك. ومعلش كمل في كمل. كام واحد كده من صحابي يعني مثلا لما بيشوفوا عبده مش عايزين ايه، بيقولوا كان هو صغير احسن من كده. الكلام ده ما عنديش مشكله يا عم ان انت بتلبس واسع، بس ما تلبسش ضيق، ما شعرك ده بلاشه. تفهمني؟ هو مش مقتنع بالكلام ده. تمام. هي الاولى مسألة الشعر. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا. تمام. الراجل ده كان حالق بعض الشعر وترك بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم امره كده، قال له احلقه كله او اتركه كله. تمام. فمسألة الشعر اللي انت عاملها يا عبد الرحمن فعلا هي طبعا للأسف الشديد الشباب كله بيمشي مع الموضة ومع انت عارف بقى. فطبعا المنطقة اللي انت عاملها دي اصلا ما ينفعش تاخد منها حاجة. دي لا النقطة لا قلت الأولى. اه. عايز يا عم سيب شعرك، بس حاول بقى اللي انت ايه ترجعه بس على عادي ورا. اربيه كله، عادي عادي ما احلقش دي واربيه كله. حلو، انا ما اه عنديش دي مفيش مشكله ان هو مشكلة. يحلق شعره خالص. انا بقول له خفه، خليه كله في بعضه باللايق تمام. حرام برضه، ما انت حرام اصلا تحلق اي حاجة من دول. ما بقولكش احلق دولت، انا بقول لك قدامه اهوت. انت خفف شعرك شويه، اعمله كيرلي زي ما انت عايز. سيبه في بعضه، كله في بعضه ما عنديش مانع، بس خففه شويه. طب ماشي، اخف شويه لحد دول ما يتساووا مع دول واسيبه. ما هو كده كده هيكبر، وكل ما يكبر اقص شويه. الشيخ احمد شاهد عليك ليوم الدين، انت بتقول كلام خلاص محاسب والله عليه. والله هسيب دول يكبروا مع دول، واقصر بس الحبه كده، اقصر شعري مفيش قص مشكلة. الخصر. مفيش مشكلة. ما هو لا تحلقه كله لا تسيبه كله، لكن تاخد لي حتة من هنا وتسيب الباقي لا. بس قصره شوية، قصره يا شوية. تحلقوا يا تحلقوا كله يا تسيبوا كله. بس وانا ايه؟ قصره شوية بقى. علاوي. مع اللي هو بيضحك اهو. اصل انا كنت بلعب انا وهو دلوقتي جوله على اللي يحلق شعره، واول ما كسرت خد نفسه وجري. والله سبت نتشت التليفون بتاعي ونزلت جري. فانا والله اقسم بالله انا بتمنى ان هو يبقى احسن مني تمام. طبعا. وعايز نشوفه في صوره كويسه خالص، بس هو سنه صغير مش فاهم الكلام اللي انا بقوله له ده، او مش 19 مدرك. سنه صغير. ايوه طبعا، بالنسبه للتفكير صغير. أكيد طبعا. فبالله عليك انت ضيف الشيخ احمد عندك، وان شاء الله تقابله تاني علشان لما يجي لك تاني تمام عملت له فولو والله. اديهولك. يشوفك احسن من كده. طبعا. يا عم هو اولا خلي بالك يا عبد الرحمن، انت بتعمل كده تمام. اولا رضا ربنا، دي اول حاجه لازم تنويها. تمام. يعني انا هعمل كده في شعري مش عشان اخويا ولا عشان الشيخ احمد ولا عشان اي حد، عشان ربنا امرني بكده. ده الامر الاول. الامر الثاني عشان برضو اخويا خايف عليا. تمام. الشيخ احمد برضو خايف عليا، يعني احنا برضو خايفين عليك. عشان كل ده عشان ايه؟ عشان نرضي ربنا في الاول وفي الاخر. وخلي بالك سبحان الله والله يا عبد الرحمن، ما في حاجه ربنا امر بيها او النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عليها الا لما بتلاقيها شكلها حلو في الانسان. الله. ايوه طبعا.